كابتن سيف زاهر اعترف من غير ما يقصد ان جمهور الزمالك ده هو اعظم جمهور في مصر، وان جمهور الاهلي بيشجع الفريق اللي بيكسب بس. يا جماعة، من غير ما حد يعني يخش في الكومنتات يغلط او يشتم، يعني مش ده كلامي والله، ده اللي حصل وهو اللي قاله. بس قاله بقى من غير ما يقصد ازاي بقى؟ كان عامل حلقة وبيتكلم ان هو كلم صحابه في مجلس ادارة الاهلي. ما تعديش كلمة صحابه في مجلس ادارة الاهلي دي بسرعة، لا ركز فيها برضه. ان هم قالوا له ان هم عندهم حاله خوف ان جماهير الاهلي مش هتحضر ماتش القمه مع الزمالك، علشان جماهير الاهلي، ركز في الكلام، لما الفرقه بتكون مش في مستواها وبتخسر ما بيحضرش. وقعد نص ساعه كامله هو في الحلقه يتحايل على جماهير الاهلي ان هي تحضر، وبيديهم مثل بقى بمين؟ بينا احنا. بيقول لهم شوفوا جماهير الزمالك، الفريق بيخسر بتحضر، الفريق بيكسب بتحضر. يعني بيديهم مثل ان جماهير الزمالك هي اللي بتشجع في الوقت الحزن ووقت الفرح، بتشجع، وده الطبيعي على فكرة لأي جمهور المفروض في الدنيا، ما عدا طبعا اللي هي في يعني عدد معين كده من الجماهير هو مع اللي بيكسب. اللي بيخسر ده انا ما اعرفوش يعني. فهو بيقول لهم ايه بقى؟ بيقول لهم انتوا بتقولوا في المدرجات على الحلوه والمره معاه، فانتوا كده في المره مش معاه طالما انتوا مش عايزين تروحوا تحضروا ماتش الزمالك يعني. ورجع بعد كده قال لهم تاني ايه، كل شويه يجيب لهم صورنا احنا ويقول لهم شايفين الوقت اللي الزمالك في كبوه، الوقت اللي الزمالك في ايقاف قيد، الوقت اللي الزمالك كان فيه ما بياخدش بطولات، جماهيره ماليه الاستاد. ففي ناس كانت بتضحك علينا زمان لما كنا بنقول ايه بقى، ان احنا كجماهير الزمالك بنشجع الزمالك علشان يكسب، لكن في جماهير تانية بتشجع ناديها علشان بيكسب. في فرق كبير طبعا. انا بشجع النادي بتاعي علشان يكسب، خسر انا معاه كسب انا معاه. لكن في جماهير بتشجع النادي اللي بيكسب، خلاص النادي ده ما بقاش بيكسب، طب احنا ما نعرفهوش بقى. فهو بغير قصد النص ساعة اللي قعد فيها يتحايل على جماهير الاهلي دي وكل شوية اديهم مثل بينا احنا، اعترف بان احنا الجمهور الاعظم في مصر. سلام.